بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهارده عن فوز الزمالك على فيوتشر 2-0 في الدوري، في مباراة قوية جدا لنادي الزمالك. أداء مميز جدا من نادي الزمالك، والأداء ده والفوز ده كان ليه أسباب. أهم أسباب فوز نادي الزمالك النهارده إن طريقة اللعب هي دي الطريقة المناسبة لنادي الزمالك. كابتن معتمد جمال مدرب نادي الزمالك ظبط الطريقة الطبيعية اللي الزمالك بيبقى مميز فيها، طريقة اللعب اللي هي 4-2-3-1. النهارده حط كل لعيب في مكانه، وظف اللعيبه بشكل مميز جدا، ودي طريقه اللعب المناسبه لنادي الزمالك. الموضوع سهل. اوزوريو كان بيخترع وبيلعب بثلاثه ورا وبيغير مراكز اللعيبه. كابتن معتمد برضو الماتش اللي فات ماتش افريقيا مع ابو سليم الليبي برضو ما كانش الطريقه بنفس الشكل ده، كان بيلعب بثلاثه ورا. النهارده لعب بالطريقه الطبيعيه اللي الزمالك بيبقى كويس فيها جدا، 4-2-3-1. لعب النهارده بمحمد عواد في حراسه المرمى، حط اتنين مساكين، محمد عبد الغني وحمزه المسلوسي، حتى محمد طارق ظهير ايمن، وحط عمر جابر ظهير ايسر، ان طبعا فتوح مش موجود موقوف. عبد الشافي ما يقدرش يلعب ماتشين ورا بعض بسبب السن يعني، فالنهارده بدأ بعمر جابر ناحيه الشمال، وحط اتنين هاف ديفندر في نص الملعب. لعب النهارده بنبيل عماد دونجا ومحمد اشرف رؤى، والاثنين كانوا مميزين جدا. ولعب بالثلاثه اللي تحت الفرود، ابراهيم نضاي ناحيه الشمال جناح، زيزو ناحيه اليمين وده مكانه المفضل اللي يعني بيبقى مميز فيه جدا. ولعب بيوسف اوباما مركز 10 اللي هو المهاجم الساقط، اللعيب اللي بينزل بوكس تو بوكس كرقم 10، واللي هو بيشغل لعيبه نادي الزمالك وبيكمل كمهاجم تاني. ولعب بسيف الجزيري في خط الهجوم. هي دي الطريقه المناسبه لنادي الزمالك اللي احنا من زمان بنقول الزمالك احسن طريقه يلعب بيها 4-2-3-1. فكابتن معتمد النهارده اشتغل طبيعي جدا ورجع طبيعه او طريقه نادي الزمالك للوضع الطبيعي المناسب لنادي الزمالك. فعشان كده الزمالك كان كويس قوي، كل واحد حافظ مركزه. الزمالك النهارده كان بيضغط بشكل كويس جدا، ما كانش مدي فرصه خالص لفريق مودرن فيوتشر ان هو يطلع بالكوره. والزمالك كان دايما بيبني من تحت بشكل كويس وبيوصل لمرمى فيوتشر بسهوله. ان زي ما قلت لكم كابتن معتمد استفاد من ميزه كل لعيب في مكانه الطبيعي. زيزو ناحيه اليمين، ابراهيم نضاي ناحيه الشمال، في العمق اوباما. يوسف الجزيري النهارده عمل ماتش كويس جدا. فالنهارده طريقه الاداء طبيعيه، وامن المهاجمين كابتن معتمد جمال بالاثنين بتوع نص الملعب، رؤى ونبيل عماد دونجا اللي كانوا في نص الملعب، يعني حاجز كده او ستاره للاعيبه المهاجمين في نادي الزمالك. فما حسيناش ان في اي مشكله النهارده، ولا دفاعيه ولا هجوميه لنادي الزمالك. الزمالك لعبه كان رائع النهارده، لعبه سلس، لعبه بسيط، بيوصل من على الاطراف. من ناحيه اليمين محمد طارق كان بيكمل مع زيزو، من ناحيه الشمال شفنا عمر جابر برضو اداها بشكل كويس، وابراهيم نضاي كان عامل يعني شغل كويس جدا. اوباما اللي كان متحرك في كل حته في الملعب وكان بيكمل كمهاجم تاني جوه ال 18 جنب سيف الجزيري. عبد الغني وحمزه المسلوسي الاثنين كانوا هايلين النهارده، ما ادوش اي فرصه خالص لمهاجمين فريق فيوتشر ان هم احمد عاطف او حتى مروان محسن لما نزل او عبد الكبير الوادي، ما ادوش فرصه خالص ان فريق فيوتشر يوصل لمرمى محمد عواد. النهارده اقل مباراه اشوفها لفريق فيوتشر بسبب ان الزمالك بيلعب صح. ودي الطريقه اللي احنا كنا دايما بنقول ان دي الطريقه المناسبه لنادي الزمالك. فكابتن معتمد انا بحييه النهارده، كابتن معتمد جمال اشتغل كويس جدا على الجيم كله سيطره لنادي الزمالك. الزمالك الافضل هجوميا ودفاعيا وفي نص الملعب وعلى الاطراف، اشتغل بشكل كويس. حتى التغييرات اللي نزلت في الشوط الثاني، ما نزل شيكابالا، لما نزل عبد الشافي ولعبه ظهير ايسر، وغير وودى عمر جابر في مكانه الطبيعي ناحيه اليمين. سامسون ايكونولا كمان لما لعب مهاجم. السيسي عمرو السيسي لما نزل، تغييرات طبيعيه جدا، ما حسيناش ان في اي مشاكل في نادي الزمالك حتى بعد التغييرات. بالعكس ده الزمالك فضل يهاجم وكان ممكن يجيب الجون الثالث لسيف الجزيري اللي كان اوفسايد، ومشي بشكل طبيعي. ليه؟ ان كل لعيب بيلعب في مكانه. دي الطريقه المناسبه لنادي الزمالك اللي احنا دايما بنقول الزمالك احسن طريقه ليه 4-2-3-1. فحتى انا مش لاقي كلام اقوله عن فيوتشر ان فيوتشر ما وصلش لمرمى محمد عواد. كل المباراه استحواذ من نادي الزمالك، ولكن استحواذ ايجابي. النهارده استحواذ ايجابي، الزمالك بيطلع بالكرة بشكل كويس جدا، بيعمل اوفرات من ناحيه اليمين، اختراقات ابراهيم نضاي من ناحيه الشمال، اوباما وسيف الجزيري جوه ال 18. وضربه الجزاء اللي عايز يعني اكلمكم عليها بتاعه الزمالك، ضربه جزاء صحيحه. سيف الجزيري كان ذكي جدا انه حط جسمه
قدام لاعب فيوتشر، والكرة مع سيف الجزيري اي اصطدام او اي لمسه ضربه جزاء. فانا بقول ضربه جزاء صحيحه النهارده لنادي الزمالك. والزمالك حتى والكرة مش معاه كان بيعرف يجيب الكرة بسرعه، بيضغط يعني مش بيضغط بقى فردي، لا بيضغطوا بشكل جماعي. حتى لما الكرة كانت بتكون مع مدافعين فريق فيوتشر بنلاقي سيف الجزيري وفي ظهره يوسف اوباما بيوجهوا اللعب، ابراهيم ندايلة من ناحيه الشمال، زيزو من ناحيه اليمين. والاثنين بقى اللي يعني كانوا عاملين مجهود كبير جدا في نص الملعب، دونجا ورؤى، اشتغلوا بشكل كويس جدا. فبصراحه اداء عاجبني جدا من نادي الزمالك. وكابتن معتمد جمال خلاص بعد تجارب لمده اسبوعين من ساعه ما مسك نادي الزمالك بدأ خلاص يحط ايده على الطريقه الصح، التشكيله المظبوطه. حتى ادارته للمباراه والتغييرات النهارده كانت مميزه جدا. اتمنى من اداره نادي الزمالك سيبوا كابتن معتمد جمال يشتغل لنهايه الموسم، اطلعوا في الاعلام ومن خلال مجلس الاداره وادوا الثقه للراجل. الراجل يقدر يقود نادي الزمالك بشكل كويس جدا، وانا قلت الكلام ده بكتير. كابتن معتمد بيشتغل تحت ضغط، ان كابتن معتمد حاسس ان هو في اختبار في خلال شهر 12 هينجح فيه ولا لا. طب والاداره بتتكلم مع مدربين اجانب، طب الاداره مدياني فرصه. الراجل مضغوط، بنشوف وش عبد الواحد السيد، بنشوف محمد عبد المنصف، الجهاز الفني مضغوط. لكن اتمنى من اداره نادي الزمالك ان هم تديهم الفرصه وتطلع وتقول يا جماعه معتمد جمال مدير فني نادي الزمالك لنهايه الموسم. وحتى الان معتمد جمال ناجح مع نادي الزمالك بشكل كبير جدا في الثلاث ماتشات. ماتش بيراميدز وكان ماتش صعب جدا، مباراه الكاس، وكان الزمالك عنده غيابات وبيلاعب بيراميدز فريق قوي جدا، ونجح كابتن معتمد جمال وكان لسه بقى له ماسك الفرقه يعني يومين ثلاثه، نجح انه يوصل نادي الزمالك الى نهائي كاس مصر بعد ما كسب بيراميدز الفريق القوي جدا. كمان في مباراه ابو سليم الليبي رغم ان ما كانش الاداء احسن حاجه وكان الزمالك هجوميا ما كانش قوي، لكن ان كان طريقه اللعب ما كانتش مناسبه للمباراه، لكن نجح وقدر ياخد 3 نقاط لاول مره من فتره كبيره. الزمالك في اول ماتش في المجموعه في الكونفدراليه او في دوري الابطال بيفوز. النهارده فوز على فيوتشر بسهوله جدا، رغم ان فريق فيوتشر من الفرق المميزه وعنده لعيبه كويسه جدا زي ناصر ماهر واحمد عاطف وعمر كمال عبد الواحد، لعيبه وغنام محمد، لعيبه كتير جدا مميزه. لكن فيوتشر النهارده الزمالك ابطل مفعول فيوتشر، ما ظهرش فيوتشر بشكل كويس بسبب ان الزمالك كان كويس جدا في الاسباب الفنيه اللي انا قلتها. فاتمنى ان اداره الزمالك تدي الثقه لكابتن معتمد جمال لنهايه الموسم وتطلع تعلن كده وتقول ان الكابتن معتمد يكمل لنهايه الموسم. دي هتفرق كتير جدا مع اللعيبه في نادي الزمالك، ان اللعيبه هتحس ان خلاص المدير الفني ده هو اللي قاعد لنهايه الموسم، هتبقى يعني بتسمع كلامه ويبقى في ثقه وفي هدوء. كمان الجهاز الفني نادي الزمالك بيشتغل تحت ضغط، فلو الاداره قالت ان معتمد جمال مكمل لنهايه الموسم الجهاز الفني هيهدى، هيبقى عنده ثقه، هيشتغل، هيبقى هادي، هيعرف يتعامل بشكل كويس جدا. لكن مبروك للزمالك النهارده وهارد لك لفيوتشر. الزمالك استحق الفوز النهارده في المباراه اداء ولعبا ونتيجه. مبروك للزمالك النهارده.